بكره التمرين ممكن يبقى متواجد في التدريب، كان يعملوا الكشف الطبي عليه الاول. بكره برضو الاعلان تقريبا عن احمد شديد الناوي هيروح النادي الاهلي، برضو دي صفقه مهمه للنادي الاهلي. يعني النهارده قلنا السيد حمدي خلاص مضى، دويدار في الطريق، فابيو جونيور بكره جاي هيعمل كشف طبي، ولو سليم هينزل التمرين يشوفوه، وغالبا ممكن يتعاقدوا معاه. راس حربه مهاجم نادي نادال البرتغالي. الاعلان عن احمد شديد هيبقى غدا. التعاقد مع احمد شديد، عارفين ان احمد شديد ناقصه تقريبا سنه في عقده، عنده شرط جزائي بقيمه 1,200,000 غالبا، 1,200,000. ما اعتقدش انه رقم كبير. احمد شديد ناوي، عرفت ان المباراه الماضيه بين الشوطين دخل وبكى في اوضه اللبس ان كان فيه هجوم شديد على من جمهور النادي المصري عليه، لانه سمعوا ان هو هينتقل للنادي الاهلي. هو اللي بيقول انه انا لعبت 3 سنين في المصري وعملت كل الناس يعني المطلوب مني ولعبت كويس، وحقه ان هو يروح حته ثانيه. هو مش ابن النادي المصري، هو جاي من النادي الاهلي برضه، فيعني طبيعي ان هو ممكن يمشي عادي، يعني ما يبقاش في مجال للهجوم لمجرد ان هو عايز يمشي. يعني انا ما اعرفش ليه الناس في مصر اللي بيمشي لازم يتشتم، ليه؟ يعني ما دام هو لعب وادى اداء قوي والناس حبته، الناس بينسوا الكلام ده كله عشان الراجل عايز يروح حته تانية ممكن يحقق فيها مجالات اكتر بالنسبه له، ماديا اكتر بالنسبه له، شعبيه اكتر بالنسبه له. فغالبا بكره برضه نسمع على اخبار ان احمد شديد هيمضي بكره في النادي الاهلي. ودويدار يمكن برضه في نفس الوقت، او بكره او بعد بكره بالكتير. قلنا يمكن فابيو جونيور